اهلا بيك. مع دخول موسم البرد والجو المتقلب كلنا بنبدا نحس بالكحه والعطس والزكام، بس قبل ما نجري على الصيدليه تعالوا نشوف مع بعض كنوز الطبيعه اللي ممكن تعالج الكحه والبرد بشكل طبيعي وامن. هنتكلم النهارده عن 35 نبات طبي كل واحد فيهم سر وفايده مدهشه، نباتات استخدمها اجدادنا من الاف السنين ولسه فعاله لحد النهارده. ليك معايا لاخر الحلقه عشان تتعرف على النباتات اللي ممكن تكون موجوده في بيتك وتساعدك تتخلص من الكحه والبرد بسرعه، ده غير انها بتدخل في ادويه كتير مشهورة وهي أساسية فيه. يلا بينا نعرفها كلنا. أول نبات معانا هو الزعتر. الزعتر بيحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا ومطهرة، وبيساعد في تهدئة الكحة وتوسيع الشعب الهوائية. بنشربه ازاي؟ بنغلي مية ونضيف معلقة صغيرة زعتر وبنسيبها 5 دقايق، بعديها بنصفيها ونعصر عليها نص ليمونة ونشربها دافية. الزعتر بيتعمل منه دواء برونشيكام استحلاب كمادة أساسية في الدواء، وكمان بيدخل فيه برونشيكام شراب مع خلاصة جذور نبات زهرة الربيع. طب تاني نبات معانا اللبلاب بيستخلصوا منه مادة بتستخدم كموسع للشعب الهوائية ومذيب للبلغم، موجود في أدوية شرب كتير زي البروسبان شراب وإيفيسبير شراب. طيب تالت نبات معانا الشمر بيساعد على تهدئة تهيج الشعب الهوائية وفتح المجاري التنفسية. طريقته ازاي؟ بننقع نص معلقة صغيرة من بذور الشمر في كوباية مية مغلية لمدة 10 دقايق وبتشرب مرتين يوميا، ويفضل في أي مشروب بناخده بيبقى دافي وما يبقاش سخن قوي وما يبقاش ساقع. رابع نبات معانا هو الزنجبيل معروف ان هو مضاد قوي للالتهابات، بيخفف من تهيج الحلق والكحة وبيذيب البلغم وبيعمل على إرخاء الشعب الهوائية، كمان بيخفف من الأعراض المرافقة للكحة زي الغثيان والألم. بناخده ازاي؟ بناخد شرائح الجنزبيل الطازجة وبنضيفها لمية سخنة، وبعد ما تهدى بنضيف معلقة صغيرة من العسل وعصير نص ليمونة وبنشربه دافي. خامس نبات معانا هو النعناع بيحتوي على المنتول اللي بيفتح الشعب التنفسية، بيقلل من الكحة، وممكن نستنشقه من خلال بخاره في مية سخنة أو نشربه كشاي زي ما احنا بنعمله عادي. سادس نبات معانا هو اللبان الذكر او اللبان المر، وفي بيسموه كمان كندر. اللبان الذكر ده بيساعد على تهدئة الكحة الجافة وطرد البلغم. وطريقة استخدامه ازاي؟ بينقع لبان الذكر في مية مغلية لمدة ليلة كاملة ويشرب المنقوع صباحا على معدة فاضية او خلال اليوم. طيب في طريقة تانية ان احنا ممكن نغليه في مية لمدة 10 دقايق ثم يصفى ويشرب دافئا. طب الاستنشاق بنحطه في مية سخنة ليها بخار وبنحط فوطة على راسنا عشان نخلي الاستنشاق البخار مركز وبنستنشقه. سابع نبات الكركم معروف ان هو بيحتوي على مادة الكركمين المضادة للالتهاب والفيروسات وبيقوي المناعة وبيعمل على تهدئة الكحة وبيتعمل منه مشروب. بنعمله ازاي؟ بنجيب كوب حليب دافئ وبنضيف عليه نص معلقة كركم وبنشربه قبل النوم. تامن نبات معانا هو أوراق الجوافة فعالة في تهدئة الكحة وطرد البلغم ومضادة للميكروبات، وبيتعمل منه أدوية كمادة أساسية زي جوافة شراب أو بتدخل فيه أدوية تانية كتير. اليانسون بيساعد في تهدئة التشنجات وطرد البلغم، وممكن نضيف معاه رشة زنجبيل ومعلقة عسل نحل. العرقسوس ليه خصائص مضادة للالتهاب ومهدئة للحلق، لكن يجب الحذر منه لمرضى الضغط العالي. النبات ال11 عصير الأناناس بيقلل الكحة لأنه بيحتوي على أنزيم اسمه بروميلين. البروميلين ده ليه خصائص مذيبة للبلغم ومضاد للالتهاب، بيساعد في إذابة المخاط في الشعب الهوائية وبالتالي سهل إن هو يطرده. هو كمان بيهدي التهابات الحلق، وكمان فيه مضادات أكسدة وفيتامين سي، وده بيساعد في تقليل تهيج الحلق الناتج عن الكحة. 12 نبات معانا مين؟ البصل بيعمل على إذابة البلغم لأنه غني بالكبريت ومركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، كمان بيساعد على تهدئة الكحة وتخفيف احتقان الصدر. طريقته بتعمل ازاي؟ عصير بصل مع عسل بنسب متساوية، معلقة صغيرة مرتين يوميا، أو بنفرم بصلة وبنحط عليها معلقتين عسل بنخلطه وبنسيبه ساعة، ولما بنأخذ منه معلقة صغيرة كل 4 ساعات. نبات ال13 الثوم طبعا معروف ان هو مضاد حيوي طبيعي ومقوي للمناعة، بيساعد في تقليل الالتهاب في الشعب الهوائية، ممكن يتاكل ني او يتغلي وبعدين نحليه بالعسل. الثوم بيقوي المناعة جدا يا جماعة. النبات ال14 الليمون غني بفيتامين سي وبيرفع المناعة وبيهدي تهيج الحلق، بيدخل في وصفات كتيرة جدا مع العسل والبصل والزنجبيل، بس اهم حاجة احنا كنا بناخده دايما بعصير بارد، لا الليمون يتعمل بمية سخنة، خليه لما يهدى وناخده دافي، وممكن نحليه بمعلقة عسل مع معلقة سكر للأطفال عشان يحبوه. طيب النبات ال15 القرنفل بيخفف الكحة وبيطهر الحلق من الميكروبات، ممكن كمان يتغلي في مية ويتشرب. 16 الحلبة
الحلبة بتلين الحلق وبتساعد على إذابة البلغم. الحلبة بالعسل مفيدة جدا في الكحة المصحوبة ببلغم. بعد كده العسل الطبيعي. طب العسل الطبيعي احنا هنعتبره نبات؟ ايوه طبعا، لان العسل مصدره الرئيسي رحيق الازهار، وهو من العلاجات الطبيعية جدا، واحنا كمان ضفنا في كل الوصفات اللي فاتت في اي وصفة كنا بنضيف معلقة عسل طبيعي او عسل نحل. طب هو بيعمل طبقة مهدئة على الحلق وبيقلل نوبات الكحة خصوصا قبل النوم، غير طبعا هو معروف بيقوي المناعة. نبات 18 الكركديه. الكركديه غني بفيتامين سي ومضادات اكسدة قوية، فبيساعد الجسم انه يقاوم نزلات البرد والكحة. هو مهدئ للكحة والبرد، بيطر الحلق وبيريح الكحة خصوصا لو اتشرب دافئ بالعسل. كمان ليه تأثير مضاد للبكتيريا والفيروسات. الليفت مفيد للجهاز التنفسي. في الطب الشعبي كان بيستخدموه لتقليل البلغم وتهدئة الكحة، خصوصا عصير الليفت بالعسل مشهور جدا كعلاج طبيعي للكحة والاحتقان. الفجل مفيد للكحة والبلغم، هو مذيب طبيعي للبلغم وبيفتح مجرى التنفس، وعصير الفجل مع العسل بيساعد في تهدئة الكحة وتنظيف الصدر. النبات 21 الجرجير بيساعد في حالات الكحة والبرد. في الطب الشعبي عصير الجرجير مع العسل كان يستخدم لتقليل الكحة وطرد البلغم وتنقية الصدر. كمان بيحتوي على مركبات كبريتية بتطهر الجهاز التنفسي. النبات 22 الكرفس مفيد للجهاز التنفسي بفضل خصائصه المضادة للالتهاب، ممكن يساعد في تهدئة الكحة والاحتقان خصوصا لو اتشرب كعصير أو مغلي خفيف. طيب بعد كده النبات 23 الكزبرة مفيدة للكحة والبرد. مغلي الكزبرة الدافئ بيساعد في تهدئة الكحة وتنقية الصدر من البلغم، وبتعتبر كمضاد التهاب طبيعي للجهاز التنفسي. بعد كده الفلفل الاسود مفيد للكحة والبرد. الفلفل الاسود بيساعد في إذابة البلغم وتنظيف الصدر. في الطب الشعبي بيتعمل مشروب الفلفل الاسود مع العسل لتهدئة الكحة وطرد البلغم، بيقوي المناعة وفيه مضادات أكسدة قوية زي البيبرين اللي بتحمي الخلايا من الالتهابات والعدوى. بيستخدم ازاي؟ مية دافية بنعمل عليها رشة فلفل اسود مطحون زائد معلقة عسل طبيعي طبعا زائد عصير نص ليمونة، وبتشرب مرتين يوميا لتهدئة الكحة وإذابة البلغم. بعد كده الجزر بيساعد في حالات الكحة والبلغم، وفي الطب الشعبي كان بيتعمل عصير جزر دافئ مع عسل لتهدئة الحلق والكحة الجافة، وبيلطف الأغشية المخاطية في الحلق وبيريح الجهاز التنفسي. نيجي بقى للروزميري. الروزميري بيتم وضعه في المية المغلية وبيتم استنشاق بخاره، بيساعد على فتح الشعب الهوائية وتخفيف الكحة أو حساسية الصدر، وممكن شرب عادي زي الشاي. طب القرفة بتساعد في تهدئة الكحة وطرد البلغم وفتح الشعب الهوائية، ممكن نشربها مع الزنجبيل. بنغلي الزنجبيل والقرفة ويصفى ويشرب دافي. الزنجبيل بيخفف الاحتقان والقرفة بتبقى مضادة للالتهابات. هنيجي بعد كده نبات اللافندر. نبات اللافندر مفيد للجهاز التنفسي، بنستنشق بخاره وبيساعد على فتح الشعب الهوائية وتهدئة الكحة ونزلات البرد. البابونج برضو بنستنشق بخاره، بيساعد في فتح الجيوب الأنفية وتخفيف الكحة ونزلات البرد. وبنشربه ازاي؟ ماء مغلي عليه معلقة بابونج، بنسيبه يتنقع لمدة 10 دقايق ويشرب مرتين يوميا وهو دافي. الفايدة ان هو بيهدي الحلق وبيخفف الصداع والاحتقان، وممكن نضيف عليه معلقة عسل نحل. بعد كده الكافور من أقوى الأعشاب اللي بتساعد على فتح الشعب الهوائية وتخفيف الاحتقان والكحة والبلغم وعلاج البرد والجيوب الأنفية، وبناخده عن طريق الاستنشاق بخاره. بنضيف بضع قطرات من زيت الكافور إلى وعاء ميت مغلي، بنغطي راسنا بمنشفة ونستنشق البخار لمدة من 5 ل10 دقايق، وممكن كمان نضيف معاه نعناع وده بيبقى مفيد جدا للزكام. بعد كده الشاي الأسمر بتاعنا العادي أو الشاي الأخضر فيه مركبات بتفتح الشعب الهوائية وبتساعد في حالات البرد والبلغم، وبناخده دافي وبنضيف ليه معلقة عسل طبيعي ونص ليمونة. طيب مستخلص جذور زهرة الربيع البرية، احنا سمعنا الاسم ده قبل كده، بيستخدم مع الزعتر في دواء البرونشيكام ده دواء مستورد، هو مفيد للجهاز التنفسي، بيساعد في علاج الكحة والبلغم ونزلات البرد لأنه بيعمل قطارد للبلغم طبيعي، وهو كمان مضاد التهاب طبيعي، بيقلل التهابات الجهاز التنفسي. هو كمان مفيد للجيوب الأنفية وبيساعد في تصريف المخاط وتخفيف احتقان الأنف. واحنا قلنا طبعا هو بيتعمل منه أدوية زي البرونشيكام اكزير وكل طبعا البدايل بتاعته. طيب بعد كده في الزعتر البري، ده غير الزعتر اللي قلناه في الأول، ده زعتر بري أو الأورجانو، بيساعد برضو في علاج الكحة والبلغم وبيفتح الشعب الهوائية، مفيد جدا في حالات البرد والجيوب الأنفية. مستخلص الجرانيوم وده بيستخلص من نبات إبرة الراعي، ومعروفة في مصر هنا بنبات العطر. نبات العطر معروف بيستخدم في علاج الكحة والبرد. ازاي ناخده كاستنشاق برضو في المية السخنة بالبخار؟ بنعمله ازاي؟ بنجيب وعاء فيه مية سخنة بتغلي ونحط نبات العطر فيها
وبمنشفة على راسنا ونستنشق البخار من 5 ل10 دقايق. ده بيفتح الشعب الهوائية. بس في حاجة، أي نبات عطري لازم نشوف الأول إن إحنا عندنا حساسية منه ولا لأ. بعد كده النبات الأخير اسمه الخطمي أو المارشميلو، وده نبات بيحتوي على مواد لزجة مهدئة للكحة الجافة وملطف للحلق. هو في كمان نباتات تانية بس غير متواجدة في مصر زي الترمس البري والدردار الأحمر. هقول لكم شوية نصايح كده تعجل كمان من الشفاء بإذن الله مع الحاجات دي. أولا في فترة تعب الكحة والجيوب الأنفية أو البرد احنا لازم نشرب مية كتير، سوائل دافية كتير، يفضل تكون بتحتوي على فيتامين سي لبقاء الجسم رطب. نتجنب الجفاف عشان ده بيساعد في صحة الجهاز المناعي. لو في بلغم في الصدر أو صدرنا مقفول المفروض بناخد حمام مية سخنة لبضع دقائق عشان بيهدي أعراض البلغم المتجمع في الصدر يعني. طيب بعد كده الاستنشاق ده من ضمن الحاجات المهمة جدا في حالة ان احنا عندنا بلغم او زكام قافل مجرى الشعب الهوائية. بنعمل ايه؟ بنجيب وعاء مية سخنة ويكون الميه بتغلي ونحط فيها اعشاب. ايه الاعشاب اللي هنحطها للكحه؟ بنحط البندكر، بنحط اوراق نبات العطر، روزميري، البابونج. مش لازم كل المجموعه دي، ممكن حاجه منهم او حاجتين منهم، يعني مش لازم الاربعه مع بعض. بنضع منشفه على الراس ونبدا نحبس البخار ونستنشقه لمده 5 دقائق على الاقل، من 5 ل10 دقائق. بعد كده احنا كمان برضو ممكن نتمضمض بميه مالحه. ازاي بنتمضمض؟ بنجيب مج فيه ميه دافيه ونحط فيه نص معلقه صغيره ملح ندوبها ونبدا نتمضمض بيها ونخلي الميه توصل لزورنا، عشان ده بيقلل البلغم والمخاط الناتج عن الكحه. احنا كمان لازم نتجنب اي حاجه بتعمل لنا حساسيه اللي بتسبب لنا الكحه او السعال، وبرده المواد الكيميائيه ووبر الحيوانات والغبار. يعني نحافظ على نفسنا، لو خرجنا نلبس كمامه، واي حاجه روائح مزعجه او روايح جامده بتتعبنا برده نبعد عنها. طبعا الناس اللي بتدخن يا ريت الفتره ديت تبطل تدخين، لان دي من العوامل اللي بتؤدي لتفاقم الكحه. طيب احنا لازم نغسل ايدينا كتير في الفتره دي علشان بتحمينا من الفيروسات والبكتيريا، وتجنب الاتصال مع اشخاص تانية مرضى عشان تزودش المرض. احنا طبعا بنحسن الجهاز المناعي من خلال كل النصايح دي، وكمان بننظم اكلنا وناكل اكل صحي، ممارسه رياضه، بنحصل على قسط الكافي من الراحه ومن النوم. طبعا كل النباتات دي هي مكملات برضو غذائية وبتساهم بسرعة في الشفاء، وممكن بناخد معاها أدوية تانية من الصيدلية أو بنكشف عند دكتور، لكن هي فيها أدوية فعلا فعالة جدا زي الأدوية اللي احنا قلناها ومذكورة أصلا في أدوية. وغير إن هي كمان بتقوي مناعتنا، يعني احنا حتى لو بنكشف وبناخد أدوية مع الطبيب لو خدنا الحاجات دي جنبها بتسرع من شفائنا وبتقوي مناعة جسمنا. وبكده نبقى خلصنا حلقة النباتات الطبية اللي بتساهم لحد كبير في علاج الكحة والأعراض المصاحبة ليها وتقوية مناعة الجسم لتقليل عدد مرات العدوى وتقليل وقت العدوى. لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وتشترك في القناة وتكتب لي في الكومنت لو جربت أي نبات منهم وفعلا حسيت بالفرق. استناني في الحلقة الجاية بفوائد جديدة من عالم النباتات الطبية. سلام.